يقول عبد العزيز بن رواد رحمه الله: طرقت كل الابواب على الله جل وعلا فوجدتها مزدحمه. رحت على باب الصلاه ناس كتير، رحت على باب الصيام ناس كتير، رحت على باب الزكاه ناس كتير، رحت على باب القيام ناس كتير، الا بابا واحدا وجدته خاليا. قال: وما هو؟ قال: باب الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار. قلنا قضيه ان ربنا لو شاف فيك ان انت مكسور الله يجبر كسرك. لو ربنا شاف فيك ان انت مسدود الله تبارك وتعالى يعزك. لو ربنا شاف فيك ان انت مستضعف بين يديه الله يقويك، لان الله هو القوي، لان الله هو الغني، لان الله هو المنان، لان الله هو الحنان، لان الله هو الذي يعطي وهو الذي يملك. فان راى فيك صفات العبد من ذل ومن ضعف ومن استكانه ومن انكسار ومن حاجه يتصدق عليك.